أب بيتوفى وبنته بتكتشف إنه حابس شخص تحت الأرض من 30 سنة. بيبدأ الفيلم بمحامية مشهورة اسمها لورين، وهي نزيهة في شغلها وما بتهتمش بالفلوس قد ما بتهتم إنها تجيب حق المظلومين، وبتساعد لورين أخوها في حملته الانتخابية واللي بيكون مرشح نفسه لمنصب عمدة نيويورك. وفي يوم بتكون لورين في لقاء صحفي وبتفاجئها واحدة من الصحفيين بخبر وفاة أبوها إرشار، فبتنصدم لورين وبتنهي اللقاء فورا. وفي الجنازة كله بيكون حزين، وويل بيقول لأخته لورين إن أبوها كان فخور بيها جدا، فبتقول لورين إن أبوها كان بيفتخر بيها قدام الناس وبس، وبتسيبه وبتروح على مكتب أبوها وهي حزينة، وبتفتكر لما كان أبوها بيعلمها لعبة الشطرنج وبيفهمها إن اللعبة دي هتفيدها جدا في حياتها. وبعد مرور أسبوع العيلة بتجتمع مع المحامي وبيقرأ قدامهم وصية أرشر، فبيقول المحامي إن أرشر اتبرع بمبلغ 50 مليون دولار لصالح الجمعيات الخيرية، ومراته كاسي هي اللي هتكون مسؤولة عن إدارة الشركة، وبيكون نصيب ويل من الميراث 20 مليون دولار. أما لورين فبيكون نصيبها مليون دولار بس. وبعد الاجتماع المحامي بيبلغ لورين إن أبوها ساب لها ظرف خاص بيها، فبتاخد لورين الظرف وبتفتحه وبتلاقي فيه فلاشة ومفاتيح، فبتحط لورين الفلاشة في جهاز الكمبيوتر وبتلاقي عليها فيديو لأبوها. وبيقول أرشر لبنته إن طالما هي بتتفرج على الفيديو ده فده معناه إن هو مات خلاص، وبيقول لها إن هو مات قبل ما يحل أكبر مشكلة. وبيطلب أرشر من بنته إن هي تحافظ على السر اللي هيكشفه لها. وبعدها بتتفرج لورين على الفيديو وبتمشي في الغابة وهي مصدومة لحد ما بتوصل لمكان معين وبتحفر فيه وبتلاقي باب حديد عليه قفل، فبتفتح لورين الباب ده وبتلاقي قدامها سلالم وبتنزل للقبو وبتمشي تحت الأرض لحد ما بتوصل لآخر غرفة، وبتفتح لورين باب الغرفة. تنصدم لما بتشوف شخص مقيد بسلاسل ومغمى عليه، فبتقرب منه وبتحاول تلمسه وتشوفه ميت ولا عايش، فبتخاف وبتجري لورين وبتخرج من المخبأ وبتروح للبيت وهي مظلومة وبتحاول إن هي تتصل بالنجدة، ولكن أخوها بيقاطعها وبيقول لها إن أبوهم ظلمها في حقها في الورث وإنه هيقسم ورثه معاها بالتساوي. لكن لورين بتقول له إن هي مش مهتمة بالفلوس نهائي، وبتطلب منه إن هو يركز في حملته الانتخابية. وبالليل بتكون لورين لسه بتفكر في موضوع القبو، وبيقرب منها سكوت جوزها وبيطمن عليها وبتطلب منه إن هو ياخد بنتهم ويرجع بيها على البيت وهي هتحصلهم تاني يوم. وبعد ما بتودع لورين جوزها وبنتها بتروح على مكتب أبوها وبتفتكر اللي حصل بخصوصها مع أبوها، إنها رفضت تدافع عن أصدقائه الأغنياء في المحكمة، وإنه معترض على جوازها من سكوت لأنه هو مش مناسب لمستواهم الاجتماعي. وبنرجع للحاضر وبتحس إن أبوها بيعاقبها عشان هي ما سمعتش كلامه لأنه ساب لها مليون دولار بس. وكمان مشكلة المحبوس في القبو. وتاني يوم لورين بتاخد مسدس من مكتب أبوها وبتروح على المخبأ اللي في الغابة، وبتلاقي الشخص اللي في المخبأ نايم على السرير وبتقرب منه وبتاخد بصماته عشان تعرف هو مين. لكن الشخص ده بيفتح عينيه وبيشوفها، فبتداري لورين وشها بسرعة وبتخرج من الأوضة وبترجع له تاني بعد ما بتكون لبست قناع لوشها، وبيقول لها على اسمها وتاريخ ميلادها ومعلومات كتير جدا عن حياتها وحياة عيلتها. فبتشيل لورين القناع وبيسألها الشخص ده عن أبوها، فبتقول له إن أبوها مات. فبيبتسم الشخص وبيطلب الشخص ده من لورين إنها تفك السلاسل وتخليه يخرج، فبترفض وبتسأله هو مين وليه محبوس هنا، فبيقول لها إن هو مش هيتكلم غير لما تجيب له أكل وسجاير وإزازة مشروب لأن هو بقاله هنا 30 سنة. فبتخرج لورين من القبو وبترجع للبيت وبتبعت البصمات لصديقها المحقق وبتطلب منه يجمع لها معلومات كتير عن الشخص صاحب البصمات دي في أسرع وقت. وبعدها بتروح لورين تشتري الأكل وبترجع القبو وبتدي الحاجات للراجل وبتخرج تاني عشان تكلم المحامي اللي بيساعدها في شغلها وبتطلب منه يهتم بالقضية لأن هي مشغولة. وبعدها بترجع لورين للقبو، فبيقول لها انه اسمه مورجان ومن 30 سنة بيكون ارشر بيلعبوا القمار وبيكسب فلوس كتير جدا. وفي يوم ارشر ومورجان بيشربوا كتير لغاية ما يفقدوا السيطرة على نفسهم وهم راجعين للبيت. أرشر بيكون سايق العربية وبيخبط شخص على الطريق وبيموت، فبينصدم مورجان وبيكون عاوز يبلغ الشرطة، لكن أرشر بيمنعه وهو بيقول له إن هما لازم يخبوا الجثة دي بأي طريقة. وبيجبر أرشر مورجان إن هو يساعده وبيخليه يشيل الجثة معاه من على الطريق، وبيروحوا بيها على الغابة، وهناك أرشر بيحفر وبيدفن الجثة. وبعدها بيهجم على مورجان وبيضربه وبيفقدوا الوعي، وبعدها بياخدوا على رقابه وبيحبسوا لأنه خايف يبلغ عنه. وبترجاه مورجان انه يسيبه ومش هيقول لحد، لكن ارثر بيحبسه 30 سنة. وبيزور ارثر مرة في الشهر وبيحكي له كل تفاصيل حياته، لكن لورين بتكذبه، فبيقول لها ان ابوها متجوز واحدة اسمها صوفيا
وبيديها عنوانها وبيقول لها إن المحامي عارف بجواز والدها. فبتخرج لورين من القبو وهي مصدومة، وبتتصل بزميلها عشان يتحرى عن شخص اسمه مورجان وهو مختفي من 30 سنة. وبعدها لورين بتروح للعنوان اللي قال عليه مورجان، وبتقابل صوفيا وبتعرف منها ان هي اتعرفت على ارثر في صالة قمار واتجوزته، وانه ساعدها تكمل دراستها وتغيرت حياتها للاحسن، وانه جوازهم سر طول السنين دي. وبتسأل لورين عن طفل في الصورة، فبتقول لها صوفيا ان ده أليكس ابنها من ارشر. فبتخاف لورين وبتطلب انها تحافظ على السر ده لان امها لو عرفت ممكن تموت فيها. وبتخرج لورين وبتروح للمحامي وهي متعصبة وبتقول له ازاي عرف انه اتجوز وما قالش لحد. فبيقول لها المحامي إن هو مش من حقه يتدخل في الحياة الشخصية لموكله، وبيطمنها إن صوفيا ماضية على وثيقة بتقول إن هي لازم تحتفظ بسرية جوازها من آرثر. فبتسأله لو والدها حكى عن مورجان، فالمحامي بيقول لها إن هو أول مرة يسمع الاسم ده وإن أبوها ما حكاش حاجة عنه. وبعدها بتروح لورين لمقر الحملة الانتخابية لأخوها ويل، وبتقابل أمها وبتسألها إذا كانت تعرف حد من أصحاب أبوها اسمه مورجان. فبتقول لها أمها إن أبوها عمر ما حكى لها عن حد بالاسم ده. وبيجي ويل وبيكون متضايق بسبب تراجع المؤيدين اللي بيدعموا حملته، وبيطلب من لورين إن هي تحضر معاه المؤتمر وتلقي كلمة، لأن الناس بيحبوها وبيثقوا فيها لأنها بتدافع عن المظلومين، وكلامها هيكون له تأثير كبير على نتيجة الانتخابات. فبتوافق لورين وبيجي الليل وبتروح لورين للقبو وبتطلب من مورجان إن هو يوريها الجثة اللي أبوها دفنها. فبيقول لها مورجان بشرط إنها تحرره. فبتوافق لورين وبتفك الطوق اللي في رقبته وبتحط كلبشات في إيديه وبتخرج بيه بره. وبيكون مورجان طاير من الفرحة لأن هو أول مرة يشوف السماء والأشجار من 30 سنة. وبتاخده لورين في عربيتها وبيوصف لها وبيوصلوا للمكان، وبتحفر لورين لحد ما بتلاقي قدامها جمجمة الشخص اللي أبوها دفنه. فبتقفل لورين الحفرة تاني وهي مصدومة، وبعدها بترجع مع مورجان للقبو وبترفع عليه المسدس وبتطلب منه يلبس الطوق الحديد في رقبته تاني. فبينهار مورجان وبيترجاها إن هي توفي بوعدها وتحرره وانه هيختفي من حياتها، لكن لورين بتجبره يحط الطوق على رقبته. وبعدها بتقرب لورين منه وبتقفل الطوق وبتعتذر له وهي بتعيط وبتسيبه وبتمشي. تاني يوم لورين بتزور مورجان في المخبأ وبتحطه قدامه شنطة وبتقول له ان الشنطة دي فيها كل اللي هو هيحتاجه عشان يجهز نفسه لانه هو هيخرج من القبو قريب. فبيفرح مورجان وبيشكرها. وبعدها لورين بتقابل المحامي وبتطلب منه يجهز لها اوراق شخص عنده 60 سنة، وبتطلب منه يفتح حساب في البنك باسم الشخص ده ويحط فيه مبلغ $1,000,000، ويجهز طيارة خاصة عشان ياخد الشخص ده ويسافر بيه على جزر الكيمان ويساعده كمان هناك في تأسيس حياة جديدة. فبيطلب منها المحامي ان هو يعرف مين الشخص ده وليه هي بتعمل عشانه كل ده. فبتقول له لورين ان ابوها ظلم الشخص ده من 30 سنة وهي عايزة ترجع له حقه وتسيبه وتمشي. وتاني يوم بيكون المحامي في المطار وبتوصل لورين ومعاها مورجان اللي بياخدوا ظرف بيكون فيه اوراق هويته الجديدة، وبيودع مورجان لورين. وبعدها بيركب الطيارة مع المحامي وبيجي الليل وبتروح لورين على المخبأ وبتشيل كل حاجة موجودة فيه عشان تخفي أي دليل على وجود مورجان. وبعد ما بتخلص بتتفاجئ إن زميلها بعت لها رسالة بيقول لها إن هو جهز لها ملف كامل عن الشخص اللي هي طلبت منه يستفسر عنه، وبيعرفها إن هو بعت لها الملف ده على البيت. فبتجري لورين على البيت بسرعة عشان تستلم الملف قبل ما حد يشوفه، ولكنها بتنصدم لما بتلاقي والدتها ماسكة الملف وبتوريها صورة مورجان وبتسألها عن علاقتها بيه. فبتقول لها لورين إن الشخص ده اسمه مورجان وإن أبوها حبسه في المخبأ اللي في الغابة لمدة 30 سنة. فبتفهمها أمها إن الشخص ده خدعها وإن هو اسمه الحقيقي كورسا وإن هو مجرم خطير جدا. فبتنصدم لورين من كلام أمها وبتخرج من البيت وبتروح بسرعة على المطار. بتلاقي المحامي مقتول قدام الطيارة. فبترجع على البيت بسرعة وبتفضل تدور على أمها ولكنها بتلاقيها اختفت من البيت. فبتروح على المخبأ بسرعة وبتمسك المسدس وبتفضل تدور على أمها لحد ما بتلاقيها واقعة على الأرض. فبتقرب منها عشان تفوقها، ولكن فجأة بيهجم كورسا وبتفقد الوعي. وبعد شوية وقت بتفوق وبتلاقي نفسها مربوطة في نفس السلسلة اللي كان مربوط فيها كورسا. وبيكون كورسا واقف قدام لورين وبيكون فرحان وبيقول لها ان اخر مرة ابوها زاره في المخبأ كان معاه سم عشان يقتلوا بيه، لكن كورسا خدعه وحقن والدها بالسم ومات. هو بيحكي كورسا ان القصة الحقيقية اللي حصلت من 30 سنة، وفي الوقت ده كان كورسا معجب بكاسي مرات أرشر، حط لها المخدر في المشروب وبعدها اخدها على اوضته واعتدى عليها، ولكن ابوها اكتشف اللي عمله كورسا وهجم عليه وضربه وخدوا معاه في عربيته عشان يسلموا للشرطة. ولكن كورسا قدر انه يحرف العربية وبيخبط أرشر شخص وبيموت.
وكورسا يخفى معاه الجثة وقال له إنه هيساعده ومفيش حد هيعرف اللي حصل. وبعد الدفن فضل كورسا بيبتزه، لكن أرشر فقد أعصابه وضربه بالحديد على دماغه وأفقده الوعي. وبعدها بيفوق كورسا وبيلاقي نفسه محبوس في المخبأ، وبتقول له لورين هتدافع عنه وإن هي هتجيب له حقه بالقانون. لكن كورسا بيرفض وبيقول لها إنه هو هيسيبها هي وأمها محبوسين في المخبأ لحد ما يموتوا، وإنه هيقتل أخوها وجوزها وبنتها وبعدها يستولى على أملاك العيلة. وفي اللحظة دي بتفوق كاسي وبتقول لكورسا إن هي كان لازم تقتله من زمان، فبتعصب كورسا وبيضربها وبيطلب منها تسكت. فبتتعصب عليه لورين وتقول له إنه مريض نفسي، فبيهجم عليها كورسا عشان يضربها لكن بتجرحه في وشه ويفضل يصرخ. في نفس الوقت كاسي بتمسك المسدس وبتطلق عليه النار في راسه وبيموت، ولورين بتملى القبو كله بنزين وبيحرقوه. لورين وامها بيشوفوا المكان بيتحرق، وبكده بتكون لورين انتقمت لابوها وارتاحت. هنا بيخلص الفيلم. لو عجبك ما تنساش اللايك، وعشان تشوف ملخصات اكتر ما تنساش تشترك في القناة، قناة مامو افلام.